نقلت وكالة رويترز عن مسؤول سعودي نفيه متردد من أنباء عن تحديد إقامة ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف في القصر ومنعه من السفر للخارج بعد استبداله بابن عمه الأمير محمد بن سلمان. ورد على سؤال بشأن التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز، قال المسؤول السعودي إن هذا ليس صحيحا 100%. وكانت نيويورك تايمز أفادت بأن ولي العهد السابق الذي تم عزله أخيرا قد منع من مغادرة المملكة وحدد إقامته في قصره بمدينة جدة، وذلك استنادا إلى 4 مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، بالإضافة إلى سعوديين مقربين من العائلة الحاكمة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين رفضوا الكشف عن هوياتهم أن القيود المفروضة على الأمير محمد بن نايف، الذي كان حتى الأسبوع الماضي وليا للعهد ويقود جهاز الأمن الداخلي في المملكة، تهدف إلى الحد من أي معارضة محتملة لولي العهد الجديد محمد بن سلمان. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.